السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية وهقول لكم ازيكم وهقول لكم برضو وحشتوني، بس كمان زعلانة منكم خالص خالص خالص. حاساكم كده مش أقوياء، حاساكم كده مش أمهات أقوياء ومش أمهات جدعة. ليه بقى؟ كل سنة وانتوا طيبين يا حلوين، بس برضو هتفضلوا ستات ست الكل. رمضان داخل علينا والدنيا صعبة والدنيا غلا والحاجة صعبة. مش قادرين نشتري يميش رمضان، مش قادرين نشتري لوازم رمضان، مش قادرين نشتري حتى اللحوم والفراخ اكل رمضان. مش قادرين نشتري زيت، مش قادرين نشتري سكر عشان نعمل العصير، مش قادرين نشتري الزينة. طبعا البيت اولى وكل حاجة، بس انا عايزة اقولك حاجة. انت يا ست الكل وانت صغيرة كانت لسه الدنيا بخيرها، فعشتي وكنت بتفرحي فرحة رمضان. انا دلوقتي بكلم كل ام عيالك ملهمش اي علاقة بالغلا. عيالك مش هيفتكروا اصل ماما ما عملتش علشان الدنيا غلا، لا، عيالك هيفتكروا ان انتي حاربتي الدنيا وفرحتيهم، ان انتي حاربتي قلبك اللي زعلان من الغلا ومن الحاجة اللي ما بقيتيش قادرة توفريها عشان بس تفرح عيالك. ربنا امرنا بالفرحة، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلي فيه شلال حسنات. ربنا امرنا بالفرحة، واحنا ستات جدعة وامهات جدعة. والله لو عملوا ايه ما هنكسر فرحة عيالنا ابدا. بدخول المواسم الحلوة علينا، بدخول رمضان، بدخول العيد، وكله بيجي برزقه. مش قادرين نشتري زينة العيد، طب وماله؟ طب ده يا هلا ان احنا مش قادرين نشتري زينة رمضان. هاتي كرتونة، روح هاتيلك متر خيامية ب20-25 جنيه، متر كده خيامية، واعمل بيه مثلثات كده في صالتك وفي اوضتك وفي اوضة ولادك، واعمل اعمل. بالعكس، ده حاجات الايد لما تعمليها بايدك انت وهم تبقى ليها فرحة تانية، يبقى ليها بهجة تانية. فرح عيالك، احكي لهم عن فرحة رمضان، احكي لهم عن اللمة، احكي لهم عن العزومات اللي كنا بنتعزمها وكنا بنعزمها. مش قادرين تعزموا ما تعزموش، معلش، دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تعدي. لكن ايه علاقة عدم فرحتكم برمضان؟ يعني انا والله يعني انا جايه لكم يعني انا فتحت الكاميرا، انا ما كنتش هصور وما كان والله ما كنت محضره حاجه ولا في اي حاجه في دماغي، بس انا دخلت على الفيس عادي، لا يا كل الستات في جروب الامهات وجروب الماميز وجروب الستات وكل الجروبات اللي يا بنات عملتوا ايه في زينة رمضان. هو حد ليه نفسي يجيب؟ هو حد هيقدر يجيب؟ ولا حاسين برمضان ولا حاسين مش عارفه ايه ولا حاسين؟ طب وعيالكم ذنبهم ايه؟ دول زراريكم، دول اطفال. هتفرحوا هيفرحوا، هتزعلوا هيزعلوا، هتحسوا بكسرة نفس هيحسوا بكسرة نفس. يا حفيدة عائشة، فرحي بنتك، فرحي ابنك، هيفضل فاكرها العمر كله بأقل الإمكانيات. يا ستي بأغاني رمضان، بالضحكة، بالفرحة، بعدم ان انتي تقعدي تذكروا قدامه ده رمضان زمان كان كذا وكذا، طب ورمضان زمان كذا. طب وهو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه ان يقعد يسمع ويحلم برمضان زمان وهو نصيبه ان هو يجي في الدنيا دلوقتي؟ طب يعني هو ملهوش نفس؟ والله العظيم ليه؟ ده وجود ولادنا حوالينا بالدنيا وما فيها. ربك ما بينساش حد، والرزق كده كده جاي، وسيبوها على الله. والله ربنا حطلنا لكل حاجة ليها حاجة قدامها. يعني مفيش رزق، مفيش فلوس، استغفري هيتبعتلك. نفسك حاجة تحصل، صلى على النبي، اقري سورة البقرة كل يوم، وفي الاخر وفي الاول ده كل حاجة مكتوبة. رزقك هيجيلك لو كنت فين، بس انت اعمل اللي عليكي. احنا مخلوقين ليه غير عشان احنا نعمل اللي علينا؟ يا ستات، يا امهات، يا جميلات، فرحوا عيالكم، فرح ازواجكم، فرح بيوتكم. انتوا لما تعملوا كده هتطبطبي على جوزك اللي شقيان اليوم كله، وفي الاخر ممكن يرجع لك مش جايب حاجه، وهو حسرته في قلبه اكتر من حسرتك بكتير. فرحي بيتك،
فرح عيالك بأقل الامكانيات. اعملي مع بعض الزينة انت وعيالك، غنوا اغاني رمضان، جهزي، امسح الحيطان حتى لو ممسوحة وملكيش نفس تعملي حاجة، امسحيها عشان تفرحيهم، اغسل السجاد وفرحيهم. دي تنظيفة رمضان. والله العظيم الاسم بيبقى ليه فرحة تانية، الاسم بيبقى ليه فرحة تانية. فرح عيالك، والله هتاخدي ثواب كبير، وعيالك ما هينساه. ابنك لما يكبر ولا بنتك لما تكبر هيفهموا، لما يكبروا هيقولوا أمنا في عز ما كانت الحالة صعبة وضيقة والرزق صعب وبرضه فرحتنا، وطول عمرها بتفرحنا، ويتشلوكي فوق الراس. لكن لو قعدتي تندب الحظ، والله ما حاجة، بالعكس، ده الفقر يجيب فقر، والنكد يجيب نكد، والحزن يجيب حزن. سيبيها على الله، ارميها. والله لو الرزق كان بإيد مخلوق كانت الناس كلها موتت نفسها، ده بإيد الخالق سبحانه وتعالى، مش هينسانا. وإلا رمضان، والله العظيم 3 رمضان بيجيب رزقه، ما تعرفيش بتجيلك منين. هو انت عارفة انت اصلا عايشة ازاي؟ هو انت عارفة انت اصلا ماشية ازاي؟ اعمل اللي عليكي، سبح الله، استغفر الله، صلى على النبي كتير، والله ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسبي. فرحي طفلك ربك يفرحك، فرحي طفلك ربك هيفرحك، فرحيه عشان ربنا يبعت لك الفرحه ويبعت لك الرزق ويبعت لك الفلوس ويبعت لك كل حاجه. بلاش يا بلاش يا ستات يا حلوين، بلاش. هو واحد ليه نفس، ايوه يا حبيبي، طول ما انت بصحتك وطول ما انت عيالك حواليكي وطول ما انت الحمد لله ربنا ساترها معاكي، طول ما انت ببيتك، طول ما انت مستوره باربع حيطان، والله العظيم والله العظيم لينا نفس. ده احنا النعمه اللي عندنا لو راحت مننا احنا مش شايفين ان احنا عندنا نعمه، ده لو في نعمه راحت مننا من النعم اللي حوالينا والله العظيم هنتمناها. اسمعيني بقلبك، انا مش معنى كده اني انا يعني ان انا مش حاسه بيكي، والله حاسه بيكي، بس احنا امهات مسلمات، احنا امهات مسلمات، احنا اتخلقنا عشان نبقى قوياء، احنا اتخلقنا عشان نفرح بيوتنا ونفرح جوازنا، احنا اتخلقنا عشان نطبطب على اللي حوالينا. طب مين يطبطب عليا انا؟ ربك. لما تطبطبي على اللي حواليكي ربك هيطبطب عليكي، ما تقلقيش، والله سيبيها لله، سيبيها لله. وعلى رأي ما بيقول اللي فيها لله ما بتغرقش. بس فرح عيالك، فرح عيالك. مين عارف؟ هو احنا عارفين؟ هو انت عارفه يا ستي يا حلوه؟ انت عارفه انت رمضان الجاي هيحصل ايه؟ انت عارفه انت هتبقى عايشه ولا مش عايشه؟ ربنا يديك الصحه. عارفه ابنك لما تسيبيه ولا بيتك لما تسيبيه هيجي اللي يفرحه؟ اعملي كل اللي عليكي كأنك هتموتي بكره، اعملي كل اللي عليكي مع عيالك، مادام في ايدك وفي استطاعتك تقدري. بس انت شغلي دماغك، شوفي ازاي اقعدي احكي لعيالك، ان بدل ما تحكي لهم ده زمان رمضان كان فيه وزمان الايام دي ما فيهاش خير، ده زمان كان فيه خير وكان. لا، احكي لهم ده احنا مستنيين نسمع بكار، ده بكار بيجي في رمضان، ده احنا مستنيين السحور نسحر. اديهم خلفية ان اللي هيبقى الاكل زي زمان ولا هيبقى زي شرب زمان، بس برضو هتيه فرحة. قولي ده الله، زمان ما كناش نتسحر غير بطبق الفول، زمان ما كناش مش كده، الكلام ده هاتيها بحلاوة وهاتيها بحلوة، يفضل طول عمرهم حواليكي وملمومين حواليكي. وطبطبي على ده وطبطبي على ده. الست هي اللي بتفرح بيتها والست هي اللي بتحزن بيتها. خليكي ام قوية وجدعة. في الاخر هو انت دلوقتي هتسنديهم وهتفرحيهم، اما يجري بيك العمر هم اللي هيسندوك وهيفرحوكي. ما تستخسريش في عيالك ان انت تيجي على نفسك حتى لو من جواكي زعلانه، اوعي تستخسري، ده هم دول حسناتنا الجاريه في الدنيا واحنا اصلا مخلوقين علشانهم. وبعد عباده ربنا توكلي على الله، وكل ما تلاقي نفسك كده بتعملي حاجه غلط اقعدي مع نفسك، اقعدي وافتكري ان هما ملهمش ذنب، ان بيتك ملهمش ذنب، ان جوزك اللي بيطلع طول النهار شقيان عشان يجيب لك رزق ملهوش ذنب ان هو يرجع يلاقيك عامله كده ومش فرحانه ومبوزاله ومش عارفه عشان ما فيش فلوس وما فيش. طبطب عليه وقولوا له الرزق ده بتاع ربنا، والله العظيم 3 لو مكتوب لنا هيجيلنا. ياما ناس ربنا يشفيها يا رب مشلولة على كراسي والرزق بيجيلها عشان مكتوب لها. حبيت اقولك يا حفيدة عايشة ان انت قوية وان انت جدعة وان انت حلوة.
فرحي عيالك، فرحي بيتك، فرحي جوزك. الفقر بيجيب فقر، والنكد بيجيب نكد، والفرحة بتجيب فرحة. ربنا يجعلنا يا رب دايما سبب لفرحة الناس. ربنا يجعلنا عون لعيالنا وجوازنا ولبيوتنا. بس انا مش عايزه اطول عليكم والله، مع اني انا يعني انا كل ما بشوف بوست وبشوف الكومنتات السلبيه الشديده دي بيصعب عليا يعني احنا قدوتنا مين؟ احنا قدوتنا عائشه وخديجه وام كلثوم، احنا قدوتنا الناس دي. احنا مش قدوتنا الناس الحزينه الزعلانه. احنا هو اسلامنا احنا كده. هو الاسلام ده جميل ليه؟ هو الاسلام ده حلو ليه؟ عشان امرنا بفرحه، امرنا دايما نبقى مبتسمين، دايما نبقى فرحانين. الدنيا حلوه ونعمنا حلوه، النعم اللي حوالينا حلوه. تخليش الشيطان يضحك عليكي، تخليش الشيطان يضحك عليك. مفيش حد يضحك علينا، احنا اللي نضحك على الشيطان، محدش يضحك علينا. الدنيا حلوه، ربنا يا رب يديم نعمه علينا، وما يحرمناش من حبايبنا، وما يحرمناش من صحتنا. يا رب دايما يرزقنا بالصحه، يا رب دايما يرزقنا بالصحه ويرزقنا بالنعم اللي فينا. دايما ادعوا قولوا اللهم اني اسألك العافية واعوذ بك من فواجع الاقدار. امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.